مباراة خارج التوقعات. النهارده منتخب المغرب يكتسح ويفوز على منتخب اسبانيا في ركلات الترجيح ويتأهل دور الثمانية. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ فيديو النهارده. مع تأهل منتخب المغرب لدور ال16 وعرف ان خصمه هو منتخب اسبانيا، طلع مدرب منتخب المغرب الرجراجي وقال ان احنا جاهزين لمواجهة منتخب اسبانيا بكامل طاقتنا وهنقدم مباراة خارج التوقعات وهتكون مباراة قوية. وفعلا اثبت النهارده المنتخب المغربي ان هو ند لجميع المنتخبات وابطال العالم. الاول فاز على منتخب بلجيكا في دور المجموعات، والنهارده بيفاجئنا كالعاده بفوزه على منتخب اسبانيا في ركلات الترجيح. النهارده بطل المباراه من وجهه نظري هو ياسين بونو. ياسين بونو نجم المباراه وتالق اكثر، يعني هو السبب بعد ربنا في تاهل منتخب المغرب الى دور الثمانيه. الحلو في المباراه ديت ان منتخب المغرب كان ند الند لمنتخب اسبانيا النهارده في المباراه. ال 120 دقيقة منتخب المغرب حاول في هجمات كتيرة جدا وكان في فرص بالنسبة لهم كتير جدا ان هم يسجلوا هدف، ولكن حاولوا ان هم يدافعوا طول ال 120 دقيقة. دفعوا ببسالة النهارده، حائط صد منيع ضد منتخب اسبانيا. كانوا متألقين في الدفاع النهارده وشالوا اكتر من كورة، هجمات خطيرة من منتخب اسبانيا وهجمات خطيره من منتخب المغرب ولكن بدون اهداف، وانتهت المباراه بالتعادل واتجهوا الى ركلات الترجيح. ياسين بونو النهارده تالق وصد 3 ضربات جزاء، وبيتاهل منتخب المغرب الى دور الثمانيه. النهارده باذن الله في مباراه البرتغال وسويسرا هنعرف مين هو الخصم اللي هيواجه منتخب المغرب في دور الثمانيه. الف مبروك لمنتخب المغرب. تعالوا بقى نعرف التصريحات اللي اتقالت من كابتن محمد ابو تريكه وبوسكيتس بعد المباراه. كابتن محمد ابو تريكه بعد المباراه صرح وقال ان منتخب المغرب النهارده كان بيلعب كالابطال، بل هو بطل فعلا. النهارده منتخب المغرب كان بيلعب كالابطال فعلا زي ما صرح كابتن محمد ابو تريكه. مباراه اكتر من رائعه، قدموا اداء رائع ضد بلجيكا والنهارده بيبهرونا وبيقدموا اداء رائع ضد منتخب اسبانيا. الف مبروك لتاهلهم. وبوسكيتس طلع بعد المباراه في تصريح وقال ان احنا كنا نستحق التأهل، ولكن هي كرة القدم هكذا قاسية، في فايز وفي خسران. الف مبروك لمنتخب المغرب تأهله. بس يا جماعة بكده يكون خلص فيديو النهاردة. وكمان في لقطة كده جميلة جدا من منتخب المغرب، سجودهم هم والطاقم كامل لمنتخب المغرب، سجودهم بعد فوزهم وتأهلهم الى دور الثمانية. لقطة جميلة جدا بالنسبة لمنتخب المغرب. الف مبروك لمنتخب المغرب. بس يا جماعة بكده يكون خلص فيديو النهاردة. لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شيره في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.